أنا ما كنتش أتخيل إن أنا أقدر أعمل 9 تصميمات بضغطة زرار بس، واللي أنا باكلمك عنه النهارده ده هي أداة مجانية بالكامل اللي مصممها زميلنا محمد رضا، هو مصمم شاطر جدًا وعامل لنا أداة خرافية، نقدر إن إحنا نستخدمها في تصميم إعلانات وفي الكامبين الكاملة، وبشكل عام إحنا لو مش هناخد منها التصاميم بشكل كامل فإحنا نقدر إن إحنا ناخد منها الأفكار وننفذها بإيدينا. ومن غير كلام كتير تعالوا ندخل في الشرح العملي ونشوف بنفسنا. هسيب لكم اللينك بتاعها اهو، هسيبه لكم في الجروب. بنروح كده على جوجل اي ستوديو، بنكتب اي ستوديو جوجل، بنخش عليه، ندخل هنا بتلاقي في الجنب الشمال ده هوم وبلاي جراوند وبيلد. هنروح على بيلد دي ندوس عليها، هتلاقي عندك كل الحاجات اللي انت عملت لها بيلد عندك. تمام، بختار جنت ديزاين تول برو دي، بتفتح لي بالشكل ده. اول حاجه هنا بقول له ايه كونتينيو زي الاداه، شكلها عندي بيكون بالشكل ده. اول حاجه عندنا الجزء ده بتاع الكريتور ستوديو ده تقدر تعمل منه حاجات كتير. اول حاجه مثلا انت يكون معاك المنتج اللي انت تشتغل عليه. مثلا احنا عندنا المنتج دلوقتي هو منتج، انا جبت منتج سمنه، هي سمنه الجنه. تمام، ايا يكن المنتج اللي معاك ايه يعني بشكل عام. انا اخترت المنتج ده صوره كويسه بهاي ريزوليوشن، الجوده بتاعتها كويسه. عندك هنا في مين برودكت، هتلاقي مكتوب عندك كده مين برودكت وستايل ريفرنس. سيبك من ستايل ريفرنس دي، خلينا في مين برودكت. هتدوس عليها كده وتحط البرودكت بتاعك، المنتج بتاعك اهو بكل بساطه هيترفع معاك. تمام، لو نزلت تحت كده هتلاقي في عندك لايتنج والانجل، يعني الاضاءه بتاعتك، شكل الاضاءه بتاعتك هيكون شكله عامل ازاي. لو دوست على السلايدر ده كده هتلاقي عندك حاجات كتير. عندك استوديو لايت، جولدن اور، الساعه الذهبيه بتاعه النهار، ولا اللون بتاعه بيكون ازرق، يعني اجواء شتويه ولا سينماتيك ولا دراماتيك ولا ايه بالظبط. تختار المود اللي انت عاوزه من الاضاءات. وهنا بتروح على الانجل، بتختار الزاويه اللي انت عاوزها، ايا يكن انت عاوز زاويه ايه. مثلا لو انا عاوز زاويه 45 او عاوز زاويه كلوز اب شوت او ماكرو شوت او ايا يكن. انا مثلا لو انا عاوز اعمل في المنتج ده، عايز اخليه سايد فيو، عايز اشوفه من الجنب التاني، جنب واحد بس. ممكن اختار سايد فيو كده، واختار زي ما هي ناتشرال لايت كده، واروح اقول له ايه، هكتب له اي برومت. يعني مثلا اقول له ايه كونفرت تو برودكت، تو سايد فيو. تمام، اكتب له برومت، يعني برومت بسيط خالص وصغير. طيب انا مش عايز اكتب بالانجليزي، هشيل دي خالص. اقول له حول لي بكل بساطه اهو، حول لي المنتج ده لزاويه جانبيه. شكرا، انا كتبت له بلغه بسيطه عاميه. في هنا بقى تلاقي عندي ايه، ترانسليت انتليجنس ده هو الذكاء الاصطناعي نفسه بيترجم الكلام اللي انت كتبته ده على هيئه برومت. يعني انا كتبت مثلا 5 كلمات هم، هو هيحولهم لكل الكلام ده. هو كاتب فيه ان انا هفكر ومش عارف هحول الكونتنت اللي انت كتبته ده اللي مش عارف ايه، واحول المنتج لكذا. المهم ان هو كتب لك برومت كامل عشان يحول لك المنتج ده فعلا. بدوس عليه بيروح هنا مكان التكست اللي انا كتبته بكل بساطه. وبعد كده بدوس جنريت اي اي ايمج. كل مشكله الجزء ده اهو، شايف الصوره بقت عامله ازاي، بقت بالجنب بزاويه تانية. الزاويه اللي انا محتاجها هي الزاويه العكسيه، السايد فيو منها. انا كنت محتاجها بالجنب او بالشكل ده او ايا يكن انا محتاجها عامله ازاي. لو انا كاتب له برومت مظبوط، انا هكتب له مثلا عاوزها باك فيو، انا مثلا عاوزها من الظهر، عاوز زاوية تصوير المنتج
من الخلف، او هكتب له باك فيو. باك فيو يعني هيجيبها لي من الخلف بكل بساطه. برضو ابلاي برومت وبعد كده جنريت ايمج. كل مشكله الحته دي ان هو بيجيب لك الصوره مقاسها مربع. الصوره بيكون مقاسها مربع فقط لا غير، يعني ما تقدرش تجيب صوره طوليه، ما تقدرش تجيب صوره مقاسها مقاس ستوري. انت بتاخد الصوره وبتكبرها بقى براحتك. شايفين الصوره عامله ازاي؟ الصوره جت من الظهر، ظهر علبه السمنه نفسها. ايه اللي بيبقى مكتوب في ظهر علبه السمنه؟ التفاصيل بتاعتها، هي دي الظهر بتاعت علبه السمنه، هو جابها لك. يعني هو اخترعها وكتبها وعمل فيها كل حاجه اللي موجود فيه. يعني غير كده كمان ان الصوره جودتها عاليه جدا، عاليه قوي. سيبك من الكلام اللي بايظ والكلام الفاضي ده، كل ده ممكن انت تظبطه بايدك، مفيش فيه اي مشكله. تقدر ان انت تحمل الصوره لحد 4K. لو انا حملت الصوره 4K كده واروح احملها اهو، اجي هنا عند الصوره هتلاقي جوده الصوره، هتلاقي الصوره 4096 في 4096 يعني 4K 10 ميجا. 10 ميجا الصوره جودتها عاليه قوي زياده عن اللزوم. تمام، دي كانت اول حته. هنا تقدر انت طبعا تعمل بيه حاجات كتيره قوي. يعني انت تقدر مثلا لو انا حابب ان انا احط الصوره دي في تصميم، هقول له بكل بساطه حط لي الصوره دي، حط لي صوره السمنه في تصميم بسيط ذاتي في مطبخ مصري بكل احترافيه. ايا يكن الكلام اللي انا بكتبه ايه، يعني انا بكتب بشكل عشوائي جدا ومش بكتب بتفاصيل كامله. زاويه تصوير واضاءه، عاوز شكل الاضاءه يكون عامل ازاي، زاويه التصوير تكون عامله ازاي، المنتج نفسه يكون واقف على ايه او محطوط فين بالظبط. ما بكتبش تفاصيل كامله، احنا بنكتب بس حاجات بسيطه عشان نبين قد ايه هي فعلا اداء هي قويه. طيب انا لو حابب ان انا اختار فرونت فيو او اغير زاويه التصوير، اغير زاويه التصوير وممكن اغير دي كمان، اخليها جولدن اور في اللايتنينج، وبعد كده اختار ابلاي برومت وبعد كده جنريت ايمج. في نفس ده كل اللي انا عملته، ان انا كتبت حاجه بسيطه وغيرت بس الحاجات اللي هنا، الانجل والاضاءه. هو بيطلع لي الصوره له. شايفين الصوره؟ حلاوه والجمال، والله العظيم حاجه حلوه قوي. الصوره طالعه انا مش هعمل فيها اي حاجه غير ان انا هكتب عليها التكست وشكرا للتحيه. انا كده خلصت التصميم بشكل كامل، خلصته في تكه زرار، ما طولتش في اي حاجه. وفي نفس الوقت كمان الصوره جودتها عاليه قوي. تمام، طبعا خد على كده بقى حاجات كتير قوي تقدر ان انت تعملها بنفس الطريقه. طب لو انا عندي اصلا ستايل معين انا لقيته مثلا على بنترست شكل شبه ده مثلا او شكل شبه ده، ستايل معين انا لقيته حابب ان انا اخده، بكل بساطه احمل الصوره واروح احطها فين؟ احطها في الستايل هنا. فين احنا شغالين فين؟ احطها في الستايل ريفرنس هنا، احط له الصوره هيطلع لي نفس الستايل تقريبا. طيب تمام، خلينا ناخد حاجه تانية. هناخد الجزء اللي بعده من الاداء، هي اداه الفوتوشوب. الفوتوشوب دي انا عاوز اغير اي زاويه لاي حاجه عندي. مثلا عندي عربيه عاوز اغير الزاويه بتاعتها. لو رحنا كده على جوجل وكتبنا كار BNG مثلا، وجبت اي صوره لاي عربيه يكون شكلها كويس، هاي كواليتي، مثلا يا عمي مثلا دي. تمام، اختار الصوره اهو، راح احملها بس بسرعه، بس كده هي اتحملت معايا اهو. تمام، هرفع الصوره. رفعت الصوره، اختار بقى انا عاوز اغير الزاويه بتاعتها ازاي. اللي هي دلوقتي الزاويه عندي 45 درجه تقريبا، تمام، او زاويه جانبيه شويه فرونت فيو. انا عاوز اغير شكل الانجل بتاعها، تمام، وعاوز احطها في سين مناسب، نفس اللي احنا عملناه في بتاعه السمنه، بس دي بقى بتحكم كامل من غير ما تكتب تكست ومن غير ما تعمل حاجه، بشكل بسيط. انا مثلا عاوز اخلي الصوره دي دوتش انجل، او عاوزها من تحت ورمز اي فيو،
لو دوست على ورمز اي فيو كده هتلاقي عندك اغلب زوايا التصوير عندك هنا، تختار الزاويه اللي انت عاوزها تدوس عليها، بعد كده تنزل تحت هتلاقي عندك حاجات كتير. برودكت، هتلاقي عندك كده الكتابه برودكت ان اكشن يوز كيس. لو انت عاوز تخليها بقى في مكان معين، في مطبخ عندك مثلا، لو احنا كنا بنتكلم عن السمنه دلوقتي ممكن نخليها برضه في مطبخ، بس من غير ما نكتب بقى ان احنا عاوزينها في مطبخ والكلام ده. لا، انا بقول له مثلا انا عايزها لايف ستايل موديل انتراكتنج ويز برودكت للبرودكت ده نفسه. لو انا دوست على دي هيجيبها لي في لايف ستايل معين. تمام. انفايرمنت، ايه البيئة اللي انت عاوز تحط العربية دي فيها، فين بالظبط ايه المكان، عاوز تحطها على بيتش، على شاطئ، عايز تحطها في مودرن كيتشن، في مطبخ، ولا فين بالظبط. يعني كل الكلام ده حلو قوي، بس لو انت قادر ان انت تترجمه بكل بساطة ممكن تحطها على خلفية تكون فيها جريدينت، بس تكون هادية مينيمال، مش فيها تفاصيل، ما فيهاش تفاصيل كتير، ولا حاجه لوكجري قوي، تكون باك جراوند لوكجري كده وحاجه حلوه. من غير ما اكتب اي حاجه بكل بساطه انا هقول له ايه، جنريت 3 شوت. انا هعمل 3 شوت. لو انا حابب ان انا لو انا اخترت الثلاثه دول فانا هعمل 3 شوتات للعربيه نفسها. اول واحده هتكون زاويه من تحت، تاني واحده هتكون لايف ستايل، وتالت واحده لوكجري باك جراوند. التلاتة هيحملوا بكل سهولة، والتلاتة هيطلعوا دلوقتي وشوف شكلهم هيكون عامل ازاي، وانا من غير ما اتعب في اي حاجة، ومن غير ما اخد العربية واقعد ادمج واعمل شغل كتير واضاءات وشادوهات قصص حزينة. الدنيا سهلة، بس احنا محتاجين ان احنا نبقى فاهمين الاساسيات الاول عشان نقدر نعمل اللي احنا محتاجينه. خلاص هو خلص اهو، جاب لي العربية بس من تحت زي ما انا طلبتها، ورمز اي فيو اللي هي اكستريم لو انجل قوي، تبقى من تحت كده زي ما شرحتها لكم قبل كده. تمام. لايف ستايل، ايا يكن بقى صوره البنت او صوره الشخص اللي انا محتاجها دي بكل بساطه انا ممكن اغيرها عادي، بس الفكره كلها ان هو حطها لي في مكان فعلا لايف ستايل، حد هيستخدمها، حد هيمشي بيها، او حد راكب جواها، الصوره تحفه. تالت حاجه هو حطها لي في باك جراوند شكلها كده عبيط متركبه في بعضها، بس ايا يكن في حد ذاته الموضوع كويس قوي. لو انا بغير زوايا بس او بحطها في باك جراوند او انفايرمنت معينه، لازم تكون طبعا مناسبه للعربيه. اكتر اداه تحفه في الاداه جوه الاداه دي، الاداه دي لسه متحدثه ولسه جديده، الحته دي بالذات تحفه. احنا بنعمل ايه؟ كل اللي احنا بنعمله دلوقتي انا برفع صورة السمنة، تمام، وراح اكتب له الموديل العام بتاعها، بتاع السمنة دي ايه، بكتب له اي حاجة. هو كاتب لي كامبين جول، ايه الهدف من الكامبين دي، وايه البراند فيجن. يعني مثلا دلوقتي انا عاوز اعمل كامبين او اعلانات لشركة جنة للسمنة بتاع الجنة. في الكامبين جول الهدف بتاع الحملة ايه؟ الحملة ان ابين بكل بساطه، وهكتب باللغه العربيه ومن غير ما فزلكه، ومن غير لو انا طبعا لو رحت لشات جي بي تي وقلت له انا عايز اعمل كذا 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 كذا، وهيكتبها لي هو على هيئه برومت بشكل احترافي، ده هيبقى احسن بكتير. تمام. بس انا ببين لكم برضو ان الاداه فعلا هي الاداه سهله وبسيطه قوي. هدف من الحمله هو توصيل رسالة لازم تكون في كل بيت، بكل بساطة. البراند فيجن بتاعي أنا ممكن أكتب أي حاجة عن البراند نفسه. السمنة، سمنة الأم المصرية، المود دافي، كتبت يعني حاجات بسيطة خالص. اختار بقى التارجت ماركت بتاعي، السوق اللي انا شغال عليه، هل هو سوق مصري، سوق سعودي، سوق اماراتي،
سوق خليجي، سوق اوروبي، نورث امريكا. ايه هو السوق بتاعي بالظبط؟ جنة مثلا عندي انا عاوز اقول ان هي في السوق العربي او السوق المصري او السوق السعودي، ايا يكن بقى. انا مثلا هختار السوق المصري، تمام. ايه اللغة اللي انت هتتكلم بيها؟ يقول لك ايه؟ كونتنت دايلكت. اللغة اللي انت هتتكلم بيها في الاعلان. ايه اللغة بتاعتك؟ ايجيبشن ارابيك، ولا سعودي ارابيا، ولا سعودي اماراتي، ولا اماراتي، ولا ايه بالظبط؟ ايه ايه اللغة اللي انت هتتكلم بيها كمان؟ عشان في حاجة مهمة انا هوريها لكم دلوقتي لما الكامبين تخلص. هقول له ان انا عاوز اتكلم باللغة العربية، مفيش مشكلة. هنا ماركت انتليجنس دي هو بيترجم بقى الحاجات اللي انت اديتها له دي كلها. بعد كده بدوس على كرافت، هو بقى يبتدي ان هو يعمل لي 9 بوستات كامله لكامبين كامله للمنتج ده. لا وكمان هيديني الكابشن للبوستات، هيديني التي او في اللي هيتكتب على البوستات نفسها، هيديني التصاميم بشكل عام. كل ده هيديهولي اهو. كده خلص. هقول له بس ايه؟ جنريت ايمج. يا رب ما يعلق، عشان ساعات الاي بي اي بتاعه بيقع فبيعلق اهو. هنبص كده هنا هنتلاقي كابشن ايجيبشن ارابيك. ريحة الفطار من ايد ست الكل، ما بتكملش غير بمعلقة جنة، طعم الدفى اللي بيصحي البيت كله على الحب، صباح الجنة. شايفين الكلام عامل ازاي؟ كابشن رهيب. والتكست اون فيجوال، التي او في اللي هيتكتب على التصميم نفسه، طعم الدفى في كل لمة. كل حاجة حرفيا. الصورة نفسها بقى انا مش هتكلم بجد، الصورة تحفة والمنتج ظاهر وكله تمام ومبين لك شكل الدفا وشكل كل حاجة. وتقدر برضو ان انت تحمل الصورة لحد 4K وبكل بساطة ومجانية. يقول لك ايه؟ الطشة اللي بتجمع الجيران قبل العيلة، سر النفس المصري الاصيل دايما بيبدأ بملعقة او بمعلقة، يعني بشكل عام معلقة جنة، عشان مفيش اغلى من لمتكم. انا بقول له انا عاوز لازم تكون في كل بيت واللمه والدفى والمود نفسه يكون دافي والكلام ده. فجايب لي السمنه وحط لي الملوخيه والناس الباك جراوند، وشكل التصميم تحفه. يعني انا اقول لكم برضو حاجه في اخر الكلام، برضو نفس الكلام برضو هنا. شايفين التصاميم شكلها عامل ازاي؟ اصلا حقيقيه جدا. مفيش يعني لو قلت لحد ان انت عامل ده بالاي اي عمره ما هيصدقك. يعني صوره شبه دي، معلش انا اسف يعني. ايه الحلاوه دي؟ يا جدعان؟ بكل بساطه انا شايف ان في بيكسلز بسيطه هنا خالص. ها يا عم اخدها واروح اعمل لها اب سكيل على البرنامج الجميل بتاعنا، والدنيا في اللذيذ خالص والدنيا تمام. انا مش شايف ان الدنيا صعبه خالص. شايفين الصوره عامله ازاي؟ والله عيب. الصوره عامله ازاي؟ فيها محشي وشويه حاجات حلوه قوي، اكل يفتح النفس فعلا. والمنتج واضح وظاهر، ظهرت التصميم وعليه فوكال بوينت فعلا. في مكان فاضي تحط عليه التكست بكل بساطه تقدر تحط عليه التكست. الموضوع تحفه بصراحه، وبيساعدنا جامد. هو ما بيأثرناش، يعني ما بيقللش من قيمتنا وما بيقللش من شغلنا، لا ده بيساعدنا مش اكتر. شايفين هنا الحته بتاعت المحشي وورق المحشي والحاجات دي؟ تحفه، اقسم بالله تحفه رهيبه. وكل حاجه الكابشن بتاعها ممتاز وجميل قوي. طب تعالى بقى نيجي في الاخر هنا. لو انا عاوز بقى ان انا اخد كل التكست ده، التكست اللي موجود ده كله، لو انا عاوز اخده بملف في الاخر، اروح اخده بكل بساطه. يعني انا خلصت دلوقتي الكامبين، فانا مش عاوز ان بعد ما حملت كل الصور مش عاوز انسخ الكابشن ده على كل واحده، لان انا اصلا لو دوست هنا ريلود كل ده هيروح ما بيتسيفش. هي دي كل مشكله الاداه، ان ما بتسيفش الحاجات، ما فيش فيها هيستوري. انا لو حابب بقى ان انا اخد كل التكست ده عشان اقدر احطه على التصاميم يدويا بالفوتوشوب او ايا يكن الاداه اللي انا هستخدمها، فبروح هنا بقول له داونلود فول كامبين بي دي اف، واروح ادوس عليها بيجيب لي ملف كامل بي دي اف اهو. خطه الحمله الاعلانيه الذكيه، السوق المستهدف مصر، اللهجه كذا، الهدف من الحمله هو توصيل رساله ان السمنه لازم تكون في كل بيت،
سمنة الأم المصرية المو الدافي، التكست اللي أنا كتبته. وبعد كده بيجيب لك العنوان أو الخطاف اللي هو الهوك تي او في بتاعك، عشان تقدر إن أنت تكتبه بكل بساطة على التصاميم، وتقدر تكتب الكابشن بتاعك. لو أنا دوست على تأكيد وتحميل البي دي اف كده بكل بساطة أهو، سيب بي دي اف، وبعد كده أقول له أوكي. شكرا يا عمي. أروح هنا تلاقي الملف عندي اتحمل في تسع حاجات اللي كتبناها للتسع تصاميم، يعني الكابشن والتي او في اللي هيتكتب عليه والصور كلها خلصت بتكة زرار واحدة بس. انا خلصت كل حاجة حرفيا انا محتاج ان انا اعملها لحمل. بص من الاخر، لو انا حتى مش هستخدم كل التصاميم اللي هتطلع من هنا، بس على الاقل هيديني افكار كبيره وكامله لتصاميم كامله انا اقدر اعملها، انا اقدر انفذها. لو انا شايف ان انا ما عنديش افكار وما عنديش حاجه في دماغي اقدر ان انا انفذها للحمله اللي انا بشتغل عليها، او على او لتصاميم السوشيال ميديا اللي انا هشتغل عليها دي، فانا بكل بساطه هقدر ارفع المنتج واقول له انا محتاج ايه بالظبط اعمله هنا في المستطيل ده او في المكان ده. هو يطلع لي 9 تصاميم كاملين بالتكست بتاعهم كل حاجه حرفيا. نفس الكلام برضو لو احنا جينا على كلمه كامبين دي، الموضوع بالظبط اللي عملناه قبل كده، بس دي هتديك 3 صور بس، غير كده مش هتديك اي تكست، يعني مش هتديك كابشن، مش هتديك تكست هيتكتب على التصاميم. لو جينا نجرب برضه هنجرب بنفس الطريقه، هنكتب له نفس اللي احنا كتبناه هناك، وهنديله نفس الصوره ونقول له ايه بعد ما بيعمل انالايز كده، سيبه بس يعمل انالايز ثواني، وبعد كده اقول له جنريت 3 فيد بوست. حلو، هيحمل كده شويه، وبعد كده هيعمل جنريت للثلاث تصاميم اللي انت ضغطتهم. عندك بقى مكان برضو جنبه على طول، لو رحت جنبه كده هتلاقي في حاجه اسمها كاستم ايديا. هنا الاي بي اي علق، ساعات الحركه دي بتحصل، بيكون من الضغط اللي شغالين بيه، ما بيكونش افضل حاجه قوي زي هناك، بس برضو بيطلع لك نتائج كويسه. يعني نتيجه زي دي هي نتيجه كويسه قوي، انا شايف ان هي حلوه. باين ان هي فيها اي اي شويه، لكن هي نتيجه الى حد ما كويسه، وممكن تديني فكره. يعني مش شرط ان انا اخد تصميم من هنا كامل واروح اعمله هو، لا، ممكن هي تديني فكره ان انا اعمل بيها طريقه التصميم بالشكل ده. تمام. في حاجه تانية برضو جنبها هنا، هو الكاستم ايديا دي، انا بقدر ان انا ارفع له الصوره بتاعت المنتج، وبكتب له الهدف او بكتب له شكل التصميم. ممكن مثلا ممكن اكتب مثلا ان انا عاوز التصميم مينيمال. الدايركشن ممكن اكتب له الدايركشن بتاع التصميم، وكمان الوان التصميم، نوت خريفي، اورنج تيل. تمام، اكتب له الالوان بتاعت التصميم نفسه، وكمان اكتب له كل فكره في دماغي. مثلا ممكن اكتب له مطبخ بيت مودرن، محل سوبر ماركت. ممكن اكتب الفكره بشكل كامل، يعني اشرح الفكره بتاعتي. لازم يكون عندي هنا ثلاث افكار، بس انا بكتب له جمله كده معينه، الجمله دي عشان يطلع لي الثلاث افكار بالثلاث حاجات اللي انا هقول له عليهم دول. مثلا سفره. تمام، وبعد كده بقول له جنريت كاستم ايديا. نروح هنا هتلاقي جاب لي سفره، كاتب لي سفره، محل سوبر ماركت، مطبخ بيت مودرن. طبعا ال بي اي ضرب في الثلاثه، هو مش على الحاجات اللي احنا كاتبينها، لا، هو الاي بي اي نفسه عشان الضغط، ان هو اصلا مدعوم بجيميناي. الاي بي اي بتاعه نفسه بياخده من جيميناي، فبيكون في ضغط جامد، مش هيقدر ان هو يطلع التصاميم دلوقتي. بس بشكل عام هي دي الطريقه اللي انت تطلع بيها تشتغل على 3 افكار،
تطلعهم بدوسة زرار، نفس الطريقة بتاعت الكامبين. الحتة اللي بعد كده في نفس الأداة هي أداة الكنترولر دي. أداة الكنترولر دي أنت بتقدر تتحكم في أي في الأشخاص، طبعا بعيد عن الحرمانية والكلام ده. هي الفكرة كلها إن أنت مثلا بتشتغل على صورة معينة، مثلا في ناس بتشتغل على صور المدرسين، تمام؟ فالمدرس بعت له صورة هو مكشر فيها جدا، و يعني مفيش ابتسامة ولا أي حاجة، بس هو حب إن هو يكون في التصميم ده مبتسم. لسه هيروح يصور صورة تانية؟ لا، بكل بساطة أروح هنا وأرفع صورة الشخص. حلو، أقدر أتحكم بقى في كل حاجة: الفيس والدماغ، البادي والريتاتش. الريتاتش بتاع وشه، عندك أول حاجة السمايل، تقدر تخليه بيضحك، تمام؟ الماوس، البق، كل حاجة حرفيا، المناخير، العينين، العمر ممكن تكبره وتصغره زي ما انت عاوز. ممكن مثلا اكبره كده شويه اهو، وانزل اقول له ايه؟ جنريت. لما اقول له جنريت كده، هو هيعمل له كل الحاجات اللي انا طلبتها منه في اهو. خليه بيضحك، غير في في شكل البق، شكل العينين، شكل العمر، زوده شويه، حاجه بسيطه خالص. ممكن ان انا ازود في العمر كده كتير 70% كده، واقول له ايه؟ جنريت تاني. زود لي شويه حاجات اكتر بكل بساطه، وبس مغيرش اي حاجه في التفاصيل الاصليه. يعني الصوره الاصليه هي، بس كل اللي غيره لي شكل الضحكه، شكل العينين. لو انا عاوز اغير حاجات تانية مثلا، وبكل بساطه انا هعمل له ايه؟ اكسبورت ايمج. الصوره كده اتحملت عندي نفس الجوده، نفس كل حاجه، وفي نفس الوقت جودتها كويسه والدنيا تمام. في حاجات كتيره بقى عندي تانية هنا، زي الهيد، البادي، اقدر اتحكم في البادي، في الدراعات، في شكل، في حاجه كمان، وفي الريتاتش كمان. السكين سموث، لو انا عاوز اخلي الجلد ناعم، ازود الاضاءه شويه، ازود الكونتراست شويه، ازود الشاربن شويه. لو انا عايز اخليه حاد شويه، اقدر ان انا اعمل كل ده واقول له برده جنريت. هيطبق كل الحاجات دي مره واحده. لو انا اخترت في الاربع حاجات هنا في السلايدرات كلها وقلت له جنريت على كلهم، هيطبق لي عليهم كلهم. زود لي الاضاءه شويه. لو انا عايز اشوف قبل وبعد بقى، ممكن ادوس هنا هولد تو كومبير، ادوس كده اشوف قبل وبعد، شوف كل حاجه هو غير ايه، عمل ريتاتش ازاي، يزود شاربن ايه، ويزود السكين سموثنج والبرايتنس والحاجات دي كلها، اقدر ان انا اشوفها بالكومبير كده بكل بساطه. طبعا الشخصيه نفسها ما اتغيرت. الحاجات اللي موجوده برضو في الاداه دي هي سيبك من الفيديو دي، هي برومت. البرومت ده هي نفس الاداه اللي احنا كنا بنستخدمها في السيشنات اللي قبل كده، بتاعه ايمج برومت، تمام؟ نقدر نرفع له صوره وهيدينا الوصف بتاع الصوره بكل بساطه. انا عاوز وصف للشخصيه دي دلوقتي، فانا بقول له، برفع له الصوره، اقول له جنريت برومت من غير ما اكتب اي حاجه، من غير ما اعمل اي حاجه. لو انا عاوز اضيف اي تفاصيل تانية على الشخص، يعني انا مثلا الشخص ده عندي بورتريه، حابب ان انا اخليه فول بادي، فانا هكتب له هنا ان انا عاوزه يكون بالطول، يكون كامل، رجليه باينه، تفاصيله باينه، وكل حاجه تمام. خلاص خلص، هتلاقي عندي البرومت بتاعي وكل التفاصيل بتاعتي. اخده كوبي برومت، وبكل بساطه اروح على اي اداه، من غير ما اروح على اي اداه، خلينا على نفس الاداه، اروح على كرييتور ستوديو واقول له ايه؟ اي فيجن برومت ده، كنترول في، من غير ما اضيف اي برودكت ومن غير ما اضيف اي حاجه، اقول له ايه؟ جنريت ايمج. اقدر كمان من جوه الاداه اولد صور من غير ما اضيف اي برودكت. هو ما ادانيش نفس الشخصيه، وده احسن بكتير، احلى بكتير ليا. ان انا لو انا مثلا حابب ان انا اخد صوره من موقع، مثلا الموقع ده مدفوع وعليه حقوق ملكيه، وانا حابب اخد نفس الستايل بتاع الصوره، ويكون الشخص سعودي، ويكون كذا ويكون كذا في نفس التفاصيل، هاخد سكرين شوت بس من الصوره بكل بساطه، واروح
احطها على ايمج برومت اللي هو البرومت بتاعه ده، احط الصوره عليه وهيديني البرومت. هولد الصوره على نفس المكان، لو انا رحت اولد الصوره في مكان تاني هيديني برضو نتيجه تانية، لان الادوات مختلفه. مثلا لو انا رحت على ويسك وولدت الصوره، اعتقد او مش اعتقد، اكيد النتيجه هتطلع مختلفه، لان الموديل نفسه اللي جوه الاداه هو موديل مختلف. موديل في جنتا موديل، والموديل في ويسك ده حاجه تانية. اهو طلع لي شخص تاني بس نفس التفاصيل، الراجل سعودي، الضحكه والابتسامه نفس الباك جراوند ونفس كل حاجه. لو انا جيت اقارنه بالشخص ده، هو نفس الدايركشن ونفس كل حاجه ونفس الشخص، بس مش نفس الشخصيه بالظبط، مش نفس الملامح بالظبط. ده واحد وده واحد تاني خالص، مش هيطلع هو. لو انا حابب ان انا اثبت الشخصيه دي بقى، دي قصه تانية ممكن نتكلم فيها في اي وقت تاني لو انت حابين تعرفوها. لكن بشكل عام هي الاداه تحفه، اداه تحفه يا شباب. حاولوا ان انتوا تستفيدوا منها باكبر استفاده لحد ان يشاء الله. يعني انا متاكد ان الاداه دي في يوم من الايام هتكون مدفوعه على كل الامكانيات اللي فيها دي، وهي دلوقتي هي شغاله بشكل مجاني كل حاجه فيها. دي اخر حته احنا قلنا ان احنا هنسيبها للاخر خالص. الحته دي تقدر ان انت تضيف صور بكل بساطه اهو، وتقدر ان انت تكتب على الصور نفسها. ممكن اختار جرافيك اسيتس، ممكن اختار العربيه دي، ممكن اختار اي حاجه واضيفها. ايس كولد، اختار فلاتر اعمل بيها اهو. انتوا ممكن تكونوا مش شايفين العربيه، بس هي العربيه فعلا اتضافت هنا اهي، شايفينها بشكل صغير خالص. انا ممكن الغي العربيه دي خالص، اختار تايبوجرافي، هكتب النص بتاعي هنا اهو بكل بساطه. هكتب لكل مصريه، تمام. وعندي طبعا اختيار ان انا اصغر الفونت، ده المربع نفسه، اصغر الفونت نفسه كده اهو بكل بساطه. انزل كده الف الفونت زي ما انا عاوز في الفونت للجنب اللي انا محتاجه. اغير المستطيل ده، اقدر ان انا احدد كده عليه الفوق وتحت، تمام. وهنا يمين وشمال انا اصغر واكبر. طبعا اللي كتب على كانفا قبل كده عارف ان الطريقه دي هي السلايدر بتاع الكتابه بشكل عام. عندي هنا الفونت نفسه، اقدر اختار خطوط، اي خط تاني، اي نوع خط تاني مختلف اقدر ان انا اغيره. وعندي هنا اللون بتاع الخط نفسه، اختار اي لون. ممكن اختار لون كده اهو، اصفر اهو مثلا كده، تمام. لو عندي لون معين في التصميم ممكن ان انا اختاره اهو بكل بساطة. اروح اقف عليه كده واختار اللون ده، تمام. حاجة كمان، انت تقدر ان انت كاستم فونت كده، تدوس على كاستم فونت دي، تختار خط مش موجود في الخطوط اللي هنا، وتروح ان انت تختاره، هتلاقيه نزل عندك فوق كده، تختاره، اختار اللون بتاع الخط كده. يبقى انت اخترت الخط، اخترت الخط من بره اصلا الاداة، وعملت فيها كل حاجة، وخلصت كده التصميم كله جوه الاداة. بعد كده تقدر ان انت تحملها بكل بساطة اهو. بس طبعا الطريقة مش بروفيشنال قوي يعني، بس لو انت عندك حاجة بسيطة وسريعة وحابب ان انت تعملها بكل بساطة هنا. طبعا انت عندك اد فوتو تاني، تقدر تضيف عدد كبير من الصور، تضيف اللي انت عاوزه بكل بساطة. حمل الصورة من هنا اهو، حملها بأي اسم كده. استخدمت الأداة دي من غير فهم للإعلان وللغة وللدايركشن وكل حاجة انت محتاج ان انت تعملها في الإعلان. هيطلع الشغل كله AI، والتصاميم كلها هتكون زي بعضها ومش هتكون لطيفة أبدا. ولو فهمت الإعلان، الأداة دي هتوفر عليك وقت كبير جدا في الشغل. لو حابب بقى أعمل كامبين كاملة تانية بس من غير AI، علشان تشوف الفرق سيب كومنت، وما تنساش تعمل لايك وفولو، وفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش كل جديد. سلام.